السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير. اليوم حبيت نشارك معكم هذه الفطيره هذه اللي كتجي العجينه ديالها قطنيه وهشيشه ورطبه كتحمق مع حشوه اللي بنينه واقتصاديه وكتوجد في الدقيقه 90. كتجي سهله مهله وكتجي شكلا ومذاقا راقيه. نتمنى انها تنال اعجابكم. نتوما ما عليكم غير تبعوا معايا الفيديو خطوه بخطوه باش تشوفوا طريقه التحضير. ما تنساوش اذا عجبكم الفيديو تخليوا لي لايك واشتراك كومونتير زوين بحالكم، و يلا نحضروا هذا الخير. عندي هنايا 3 الكيسان د الطحين، دقيق الفرص، معلقه كبيره د الخميره الفوريه، شويه د المليحه، معلقه د السكر، بيضه واحده، غنبسبس الخليط ديالي. غادي غادي نخلط بالحليب. عندي كاس د الحليب، نجمع العجين ديالي بكاس د الحليب وشويه، يعني دايري كاس الحليب شويه. المهم نتوما عينيكم ميزانكم على حسب نوعيه الدقيق. كنجمع العجينه ديالي غير برؤوس الاصابع، المهم غير كنجمعها وصافي، راه ما كندلكاش. بعد ما جمعتها كتبقى لي رطبه واحد شويه. المهم غادي نجمعها غير بشويه د الدقيق بحال هيدا. هي العجينه كتجي رطبه. كيف ما شفتوا كتجي العجينه ديالي رطبه لهذا الشكل. غادي نخليها، غنغطيها بالسلوفان وغنخليها ترتاح، وغادي ندوز نحضر الحشوه ديالي. بالنسبه للحشوه غنعمل شويه زيت نباتيه، وغادي نزيد عليها 2 بصيلات عندي مشلضين طحنتهم في الهشوار، شويه د المليحه، وغنخلي البصيله ديالي تشحر لي. نحركها واحد شويه وغنخليها تشحر. هنا بعد ما تشحرت لي غنعمل لها فلفل احمر، ممكن فلافل الوان. المهم انا متوفر عندي احمر عملته حتى هو مزيان، ونخليهم يتشحروا لي مع بعضياتهم. دابا غادي نعمل لها شويه ديال الابزار صافي، وغنخلط الحشوه ديالي. بعد ما طابت لي غادي نزيد لها الثوم كما كتشوفوا، وشويه ديال الزعتر. غادي نعمل لها شويه الزعتر صافي، وغنخلط الحشوه ديالي. وهي واحد الحشوه كتجي بنينه. بعد ما خلطت الحشوه ديالي غادي ندوز العجين ديالي باش نعدلو طريقه التحضير. المهم هنا العجينه ديالي رتحت لي كيف ما كتشوفوا. غادي نزول من ديك الهواء اللي فيها وغنشكلها. غادي نجمعها بيدي واحد شويه بهذه الطريقه هذه من ديك الكاس، وغادي نقسمها على 2 قطع. نقسمها على 2، غادي نخلي وحده وغادي نشكل معكم وحده. غادي نطلقها على شكل هيدا مربع، سامر بالطليق ديالها شكل مربع. نطلق فيها بهذه الطريقه هيدا، وانا كنقلب فيها كيتسمى باش نعوض لها التربيعه ديالها. صافي بهذه الطريقه هذه. غادي نشوف برسوليس، غادي ندهن غير هذا النص هذا، ما غندهناش كامله، غير هاد الجهه هذه
بالمعلقه ولا بالشيته المهم. وغنجيب الحشوه ديالي وغادي نفرشها بهذه الطريقه هذه فوق سوليس. غنجيب هذا كيسو مربع غادي نفرشو حتى هو، وغادي نقلب ديك العجينه هذه بهذه الطريقه هذه كما هو موضح في الفيديو. غنحاول انني نلصق الجوانب ديالو، وغادي نزين ديك الجوانب بالفرشيط بحال هذا الشكل هذا. كنستمر التزيين ديالها بعد ما كنسالي. كندهن الوجه ديالها بصفر البيض مع شويه د الحليب وشويه الصوجه، كيعطينا ديك التحميره اللي مزيونه في الفطائر ديالنا. غندهن لها وجهها بالبيض كامل، وغادي نقطعها. بعد ما ساليتها غنقطعها بهذه الطريقه هذه، غادي نزينها بالزنجلان. كان هذا هو الشكل النهائي للفطيره ديالنا. صراحه جات بنينه، جا منظر فيها مزيون. نتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها، انا متاكده انكم ملي غادي تجربوها غادي تعجبكم. كتجي رقيقه وفتيه، شوفوا ورقه، يعني الفطيره كتقطع بكل سهوله. صحه وراحه، سلامه.